معتمر جزائري ينهي حياة زملائه خلال تواجدهم بمكة لأداء العمرة. إليكم التفاصيل. لا تنسوا الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم. اهتزت مكة المكرمة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شخصين بعدما قام معتمر جزائري المسمى وائل جحا والذي ينحدر من مدينة قسنطينة بإنهاء حياة زملائه. ويتعلق الأمر بكل من قويد وعبد الله وبرادق الدور، والسبب وفق ما يتم تداوله لحدود الساعة راجع لوقوع شجار حاد بين الجاني وزملائه داخل فندق السريج الخاص بالمعتمرين الجزائريين بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. وكان أحد الأشخاص قد نشر فيديو عبر صفحته على فيسبوك والذي يعرض تواجد الشرطة بالفندق المذكور، والتي عملت على نقل جثث الضحايا إلى المستشفى، في حين تم إيقاف الجاني من قبل الشرطة بعدما حاول الفرار. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجاني يعاني من أمراض نفسية في انتظار استكمال عملية التحقيق التي ستنظر بها السلطات السعودية الرأي العام السعودي والجزائري. نسأل الله تعالى أن يرحم الضحايا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.